الكلام ده انا عارفه، الكلام ده انا عارفه. صيحه جديده في عالم الشباب، كل ما تيجي يتكلم شاب عن ربنا وعن الدين وعن الايمان وعن ترك المعاصي يقول لك الكلام ده انا عارفه. قال لا انت عارفه؟ طب تخيل لو دخلت امتحان بتبص على ورقه الاسئله، السؤال الاول يا السؤال ده انا عارفه، والسؤال الثاني السؤال ده انا عارفه، والسؤال الثالث السؤال ده انا عارفه، الاسئله كلها عارفها، قمت مطبق الورقه وحاططها في جيبك، هتيجي النتيجه ايه؟ ساقط طبعا. تروح تتظلم وتقول له ازاي السؤال ده كنت عارفه وده عارفه، الكلام ده كله انا عارفه. هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان النجاح مش على انك كنت عارف الاسئله ولا لا، على انك جاوبت ولا لا. انت جاوبت ولا لا يا جماعه؟ ابو جهل اللي في قاع جهنم والعياذ بالله كان عارف كل حاجه كويس جدا، ولكن ما رضاش ينفذ، ما رضاش يضحي، ما رضاش يسيب، فبقى ابو جهل. يا اخوانا اليهود اللي ربنا مسخهم قرده وخنازير، اكتر ناس عارفه في الدنيا دي كلها، اكتر ناس عارفه الصح والغلط. امال ليه ربنا سماهم المغضوب عليهم في سوره الفاتحه؟ لان هم ما رضوش يشتغلوا، عارفين بس ما رضوش يطبقوا. ابليس عليه لعنه الله اكتر واحد عارف ده، كان عايش فوق يا جماعه ابليس، وعارف كل حاجه وعارف الصح من الغلط، يعني الكلام ده هو عارفه كويس قوي، ولكن والعياذ بالله ربنا لعنه وطرده. ليه؟ لانه قال لربنا لا، وربنا ما يتقالوش لا. عارف كلمة عارف دي حجة عليك اصلا قدام ربنا، كل آية انت عارفها حجة عليك، كل حديث انت عارفه حجة عليك، كل حكم فقهي انت عارفاه حجة عليكي، كل معلومة في الدين عارفينها دي حجة علينا اصلا يا جماعة. تخيل يعني بروح اقول لواحد علبة السجاير مكتوب عليها تسبب سرطان، يقول لك عارف. قال لا طب يا ابني عارف، طب تخيل انت رحت تجيب علبة تونة من المائدة لقيت مكتوب عليها تسبب السرطان، عارف وبتاكل، يبقى مجنون بقى، يبقى ده جنان يا جماعه. زي واحد بياكل سم، يا ابني الاكل ده فيه سم، عارف ويكمل ياكل. لو انت عارف يبقى ده جنون. طب لو مش عارف، تعال اما اعرفك، تعال اما اعرفك بقى قول الله سبحانه وتعالى: اذا الشمس كورت. اذا دي كلمه يقين، يعني جاي يعني هيحصل، يعني الكلام ده في يوم من الايام هنعيشه صوت وصوره يا جماعه. الوقت بس الوقت الكلام ده بيتمثلنا من اليوم الاخر، بنشوفه قدامنا في الايات، ولكن الكلام ده في لحظه من اللحظات هيبقى صوت وصوره هنعيشه. اذا اول سوره التكوير 12 اذا الشمس كورت، اذا النجوم انكدرت، اذا الجبال سيرت، اذا العشار عطلت. 12 مشهد التقطوا من 50,000 سنه، من احداث 50,000 سنه يوم القيامه، وتجولك جم ال 12 مشهد عينه بس. ربنا بيقول لك شوف دي عينه، دي بدايه يوم القيامه، لسه الحساب ما بداتش. 12 قسم ربنا اقسم بيهم على علمت نفس ما احضرت. ولما ربنا يقسم الاقسام الكتير دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا غضبان سبحانه وتعالى. اذا الشمس كورت، اذا واذا مشاهد، كان واحد يبص اذا الشمس كورت، بعد كده يلتفت واذا النجوم انكدرت، بعد كده واذا الجبال سيرت. هو مش عارف يبص لايه ويسيب ايه. وربنا في القرآن ما جابش الشمس غير في ايتين من ايات القيامة كلها. ليه؟ لانها من بدري بتتكور وتترمى في جهنم، تصعر بقى جهنم، حاجة بتخلص من اولها يا جماعة، بيخلص من اولها. عشان كده ربنا يقول اذا الشمس الرهيبة دي اللي منورانا كورت، اتطفت، واذا النجوم الرهيبة دي اللي بالمليارات انكدرت، واذا الجبال العظيمة دي سيرت. ربنا بيقول لك شوف المخلوقات العظيمة دي هعمل فيها يوم القيامة. سورة التكوير بتتكلم عن عذاب الرعب يوم القيامة، عن الرعب اللي هيبقى قلب العاصي فيه يوم القيامه لغايه ما قلبه يتخلع من مكانه. سوره التكوير الانسان لما بيقوم من القبر يا جماعه، فاكرين الممثل اللي راح في غيبوبه ودفنوه حسبوه مات، صحي لقى نفسه في القبر؟ اهو الانسان يوم القيامه كده بيصحى يلاقي نفسه لسه في القبر، بعد كده التراب يتنفض يطلع يلاقي ضلمه تامه، كانه من قبر صغير لقبر كبير بالظبط. اذا الشمس كورت، عارفين يعني ايه كورت؟ اتطفت خلاص، اتطفى نورها، يعني ما عادش، يعني ظلام دامس. اصعب مشهد الانسان ممكن يقوم من النوم عليه مشهد الظلام. لو فرع عدى من بين رجليه يترعب، لو حد يعني خبطه خبطه صغيره في ركبته، مين ده؟ هو طالع ما هوش عارف الصراخ اللي حواليه ده صراخ مين، ومش عارف اللي بيستغيثوا دول بيستغيثوا ليه، ومش عارف اللي بيتعذب ده بيتعذب ازاي. هو طالع على ظلام دامس. واذا النجوم انكدرت، كمان النجوم اتطفت، ما عادش عارف هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. وانكدر القوم على القوم، يعني هجموا عليهم فجأة. انكدار النجوم يا جماعة ان النجوم انقضت على الارض من كل جهة. نفس الرؤية اللي شاب رآها وجه بيقول لي انا شفت ان انا الاذان الدن داخل اصلي في الجامع، ببص في السماء لقيت النجوم كلها هجمة على الارض والكواكب، اترعبت، ببص للناس لقيت الناس كلها ماشية ولا حد داري ولا حد في دماغه. بيقول لي اترعبت، عايز انبه الناس وعايز ادخل الجامع بسرعة. اذا النجوم انكدرت، هجمت على الارض، اتطفت وهجمت على الارض. الظلام دامس.